جيتكم اليوم بكيكة المقلة بالشوكولا ساهلة لذيذة بيضة وحدة ودغية دغية كتوجد. اما البنة ما نعاودش لكم، خاصكم توجدوها. كتاخذوا مقلة 28 سنتيمتر دهنوها بالزبدة مباشرة تحطوها في الكونجيلاتور، ما ديروش الدقيق. 28 سنتيمتر مباشرة كناخذوا واحد لوبول كنديروا فيه بيضة وحدة اللي كتكون طبعا بحرارة الغرفة من الحجم الكبير. كنزيدوا كيس من سكر بنكهة الفانيلا، نص كاس ديال السكر، قبيصة الملحة ضروري ما ديروها، وغادي نخلط مزيان. هنايا راه كنت عدت قبيصه د الملحه. مباشره غادي نضيف نص كاس ديال الزيت النباتيه. كل حاجه كنضيفها راه كنخلط مزيان حتى كتجانس المكونات. مباشره غادي نضيف كاس من الحليب. هنايا الحليب كيكون بطبيعه الحال بحراره الغرفه. بالنسبه للدقيق كنضيفوه تدريجيا. في الاول كنضيفو كاس واحد مع كيس فاني مع كيس من الكاكاو المر وكنخلط. عاد كنزيدو نص كاس اخر، يعني كاس ونص ديال الدقيق. طبيعه الحال دائما كنقسموا الكميه لان كل كتختلف على حسب على حسب الدقيق وعلى حسب حجم البيضه. كنخلط كل شيء ونديروها في هذيك المقله اللي خرجناها من الكونجيلاتور، والنار كتكون شمعه. ضروري ما تغطيوها، حسبوا لها من 20 حتى ل 25 دقيقه. هنا كندير عود الشواء خرج ليا ناشف. مباشره خليتها على جنب وكندير هنايا كاس ونص ديال الحليب مع كيس من الكاكاو المر مع معلقه كبيره ممسوحه من النشا. هنايا ما غاديش ندير السكر لانه غادي ندير الشوكولا من بعد. كنخلط مزيان المكونات وكنحطها فوق من النار مع التحريك المستمر. غير كتبدا كتعقد غير واحد شويه، راه كنضيف ليها 100 غرام ديال الشوكولاته. كنخليها كتذوب، كنخلط مزيان ونحطها فوق من الكيكه. كنحاول نقادها ونخليها تاخذ حراره الغرفه. الكيكه سخونه والصوص سخونه، كنخليوها حتى كتفقد الحراره. زينتها بشوكولاته فيرميسيل، ممكن حبيبات الشوكولاته والكاوكاو كونكاسي كتجي رائعه. عادو كندخلوها للثلاجه اولا فوق سطح العمل كتبرد مزيان. هنا ما كنقطعوش بالموس بطبيعه الحال لانها في المقله. غادي نقطع غير بهاد لا سباتيل. هاد الكيكه كلمه روعه، قليله في حقها بزاف، كتجي خفيفه لواحد الدرجه ما تصوروهاش، كتجي عاليه كيف ما الكيك اللي كنبغيو، وكتجي بنينه مفشفشه ومهويه، والمذاق يا سلام. طريقه بسيطه جدا. بالنسبه للصوص بالنسبه للمقلاه، الكيكه في المقلاه كنخليوها باش الصوص هكا كتجي مشربه عليها من الجوانب كلها. راه ممكن تحيدوها وديروا الصوص اولا تحطوها في شيمول وديروا الصوص. هانتوما غادي نقسم معكم وناكل معكم هاد الطريف جا لذيذ بزاف. هاد الكيكه جربتها او صايبتها معكم بزاف ديال المرات، واليوم ان شاء الله اليوم قلت علاش لا اللي ما نعاودش نشاركها معهم بهاد الصلصه الزوينه وباشياء واضافات مختلفه. فعلا كنتمنى انكم تجربوها اليوم قبل غدا وتصيفطوا لي تطبيقاتكم في انستغرام ديالي اللي هو ياسر اوفيسيال.